عندنا نرى على اللوحة أخطاء تحدث عند أداء القلقلة، أرجو أن تنتبهوا إلى هذه الأخطاء فإنها هامة. نرى أولا خلط صوتها بحركة من الحركات الثلاث. هذا أمر يكثر الخطأ فيه، خلط صوت القلقلة بأحد الحركات الثلاث. ذكرت هذا وشرحته في الحلقة الماضية، وقلت بأن سببه أننا لم نعتد في عامياتنا المعاصرة أن نقلقل، فلما نأتي لنقلقل في قراءة القرآن كلنا يتكلف هذا الأمر، فقد يصيب وقد لا يعني يكون نطقه صحيحا. من جملة ذلك ما نسمعه من بعض إخواننا، مثلا قد يكسر حرف القلقلة فيقول لقد كان، لقد كان، انظروا ما أبشعها، لقد كان، يعني حرف ساكن في كتاب الله كسره. لماذا كسرته؟ لم يعتد عليه أن يتدرب، ومن كان هذا حاله فلا يعلم ولا يجاز. من أجاز من يقول لقد كان فهو آثم، وأقولها بملء الفم. من يقول من الطلاب لقد كان ويكسر حرف القلقلة ويقول له أستاذه أجزتك، فالأستاذ آثم. لماذا؟ لأنه أجاز غير متقن. إنسان يحرك حرفا من كتاب الله وهذا الحرف ساكن يقال له أجزتك؟ كيف أجزته يا أخي؟ هذا أمر علينا أن نتقي الله عز وجل فيه، لأن بعض الطلبة للأسف إذا أخذ إجازة من أستاذه يعني يظن بأن كل العلم قد وصله، ولا يعتبر أحدا ولا يسمع قول أحد، ويقول أنا مجاز وأنا عندي إجازة وأنا أستاذ فلان، ويأخذه الكبر، ونكون نحن بيدنا قد قدمنا للأمة أستاذا مشوها ومشوها. ليست القلقلة كسرا. لا يصح أن يقول لقد كان، ولا يصح أن نقول إبراهيم فنجعل الباء مائلة إلى الفتح أو مفتوحة. القلقلة سكون أب إبراهيم، إي ب را، ثلاثة مراحل. إي همزة مكسورة، ب باء ساكنة، را راء مفتوحة. إي ب را، إبرا إبرا، ولا نقول إبرا ولا نقول إبرا. إن قلنا إبرا فنكون قد ميلناها إلى الفتح، وإن قلنا إبرا نكون قد ميلنا وجعلنا الباء شبه مكسورة. كل هذا سببه عدم الإتقان. علينا أن نتدرب لأننا لا نقلقل في العاميات، فهذا أمر جديد علينا. مثلنا فيه كمثل إخواننا غير العرب الذين يتعلمون حروف القرآن مثلا وليس في لغتهم بعض حروف القرآن، في لغات عديدة ليس هناك حاء، فلما يأتي أحدهم لينطق حرف الحاء يتكلف جدا ويبذل مجهودا حتى يخرجه. نحن أيضا عندما نقلقل علينا أن نتدرب حتى نصل إلى المستوى المطلوب. أكثر من استماع تلاوات الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله، تلاوات عبد الباسط عبد الصمد التي في الاستوديو وليست في المحافل. الحفلات اللي في المحافل دعوكم منها، فإن فيها تطريبا زائدا لا يصح. لكن تسجيلات الاستوديو ما شاء الله، يقرأ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يقرأ تماما كحال التلقي والمشافهة. كذلك محمود خليل الحصري رحمه الله، هذا الشيخ الجليل الذي نفع الله بتلاواته ملايين المسلمين، رحمة الله عليهم أجمعين وجزاهم عنا كل خير. إذن من أول وأهم الأخطاء التي تقع عند نطق الحرف المقلقل خلط صوته بحركة من الحركات الثلاث. هذا علينا أن نتركه. الأمر الثاني كما نرى على اللوحة ختم صوتها بهمزة، ختم صوت حرف القلقلة بهمزة. هذا أيضا إخواني يكثر الخطأ فيه من إخواننا المبتدئين. كيف يقول أحدهم قل هو الله أحد، اسمعوني جيدا، أحد فبعد أن ينطق الدال يقفل الوترين الصوتيين في فمه. الوتران الصوتيان في الحنجرة إذا قفلا هكذا خرجت همزة ساكنة، وكأنه زيد في التلاوة حرف. أأدركتم خطورة الأمر؟ لا يصح أن يقول القائل أحد، بل يقول أحد كل ما في الأمر أن تباعد بين طرف لسانك ومخرج الدال أما الوتران الصوتيان في الحنجرة فيبقيان هكذا كحرف 7 كرقم 7 في العربية مبتعدان عن بعضهما. أحد أما إن انقفلا والتصقا هكذا فإن هذا الانقفال يؤدي إلى خروج همزة ساكنة. الصمد أيضا لا يصح،
لابد أن نقول الصمد د فقط، نباعد مخرج الدال. لو فعلنا مثلا عند خذوا قوله تعالى ألا يسجدوا في سورة النمل ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. الخبأ باء ساكنة مقلقلة وبعدها همزة مفتوحة. لو وقفنا على ألا يخرج الخبأ كيف نقف؟ هكذا يخرج الخبأ. هنا نقفل الوترين الصوتيين. هنا نقفل الوترين الصوتيين. لماذا؟ لأن في أصل الكلمة همزة متحركة في الوصل، لما وقفنا عليها سكنت الهمزة فلا بد من نطقها، فنقول الخبأ. الخبأ. هنا نخرج الباء المقلقلة بالتباعد بين طرفي عضو النطق بين الشفتين يعني، ونجعل الوترين الصوتيين في الحنجرة ينضمان ويصطدما حتى تخرج الهمزة الساكنة التي هي في الوصل همزة مفتوحة. الخبأ. انتبهنا؟ إذن الخبأ لما نقف عليها فيها همزة الخبأ، بينما أحد د نخرجها من طرف اللسان من مخرج الدال ولا شيء في الحنجرة، لا نجعل الوترين يلتقيا. أرجو الانتباه لهذا، فإنه من خفايا عيوب التلاوة. من خفايا عيوب التلاوة إخراج همزة ساكنة بعد الحرف المقلقل. وأعود فأقول الأمر خطير لأن فيه زيادة حرف في كتاب الله عز وجل. انتبهوا بارك الله فيكم. نعم. الأمر الثالث كما نرى على اللوحة من الأخطاء التي تحدث عند أداء القلقلة مط صوتها وتطويله عن حده. مط صوتها وتطويله عن حده. كثيرا ما نسمع من بعض إخواننا يقول مثلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. هل سمعتم؟ يولد. شو هيد؟ حرف القلقلة شديد مجهور، يعني زمنه قصير. أقى زمنه قصير. كيف عم تقول أقى أطى؟ هذا المط لا يصح. ليس هذا محل مط وتطويل، وليست الباء والجيم وكل حروف القلقلة غير ممطوطة، هي شديدة. أقصر ما تكون أقى أطى أب أج أد، فلا مط فيها. العيب الأخير الذي نراه على اللوحة، نرى أيضا العيب الأخير هو بتر صوت الحرف المقلقل عما بعده. بتر صوت الحرف المقلقل عما بعده. هذا أمر نسمعه أيضا من بعض إخواننا عندما يقرؤون، تجد الواحد منهم يبتر صوت القلقلة. هذا لعل بعض الأساتذة المعلمي التجويد يفعلونه من أجل أن يبينوا للطالب حقيقة القلقلة، فيقول له مثلا يا طاعون يا حتى يبين له القلقلة، يقول يا طاعون، فيفصلها له ولكن مؤقتا حتى تعتاد أذنه على القلقلة وحتى يستوعبها. لكن ليس معنى هذا أن يقرأ بعد ذلك فيبتر صوت الحرف المقلقل عن الذي بعده. ما يقول توب تم توب تم. ما هذا الفراغ؟ هذا الفراغ بين حرف القلقلة والذي بعده ما معناه؟ هذا بعض الأساتذة يمرنون عليه الطلاب تمرينا حتى يستوعب الطالب موضوع القلقلة. أما أن يبقى على طول يفعل هذا في تلاوته، وبعضهم إذا نبه يعني تأخذه العزة ويقول يا أخي أنا شيخ فلان وأنا قرأت على فلان. يا أخي ليس الموضوع شيخك على رأسنا ونقبل يده، ولكن هذا أمر لا يصح. أعود فأقول الفراغ الصوتي عند القراء شيء له اسمه السكت، ولا سكت بعد الحرف المقلقل. هذا قد بعض الأساتذة يفعله مع الطلاب في حال كونهم مبتدئين من أجل أن يتدربوا على ذلك. أما أن تبقى هذه العادة أدخلوا، اسمعوني هكذا أدخلوا، هذا الفصل ما يصح. لا بد أن نقول أدخلوا يقطعون توبتم، فالتلاوة متصلة بعضها ببعض. أما هذا البتر لحرف القلقلة عما بعده فهذا لحن داخل على التلاوة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان.